هل انتوا حاسين زيي بتاع تيم اعلامي على موضوع فتوح؟ واللي بيتكلم عن موضوع فتوح بيتكلم كده باستحياء وان فتوح في ازمه ولازم نقف جنبه. فتوح في ازمه، فتوح في ازمه، بس هو اللي حط نفسه فيها. مش اول مره فتوح يجي اسمه يقترن ان هو بيشرب حشيش. اول مره تسمعوا عنه ده ولا سمعتوه قبل كده وكبرنا دماغنا؟ طيب ده بيتسمى ايه؟ ده ما بيتسماش غير استهتار. موقف وكلنا ممكن نقع فيه، ده حقيقي. موقف وكلنا معرضين ليه. ممكن تبقى ماشي في امان الله يطلع لك حد من تحت تقطيع الارض وانت على طريق سريع ويحصل اللي حصل. ده حقيقي. لما يحصل الموقف ده وانا فايق غير لما يحصل وانا مش فايق. يعني مثلا الاسبوع اللي فات انا كنت راجعه من الساحل وكان معايا اختي في العربيه، وطريق الساحل ده طريق وحش جدا. كنت ماشية وعايزة ألحق شغلي، كنت نازلة الصبح والمفروض إن أنا كان عندي اجتماع وشغلي في القاهرة. المهم وأنا ماشية على الطريق السريع عجلة عربيتي فرقعت. عجلة العربية بقى لما فرقعت أنا كان عندي نوع من أنواع الاستهتار في حتة معينة، في حتة إن أنا ما شيكتش كويس على كاوتشات العربية بالذات وأنا على طريق سفر، وبعد إن أنا كمان ما شيكتش على كاوتشات العربية ماشية على سرعة 160 عشان ألحق الاجتماع اللي عندي. الاستهتار ده بقى كان ممكن يودي بحياتي وحياة أختي وحياة كمان اللي كانوا معايا على الطريق. بس الحمد لله كنت مركزة ومسكت كويس في الدركسيون، والحمد لله قدرت أتفادى الناس اللي جنبي والحواجز اللي جنبي، وقدرنا ان احنا نقف بالسلامة، والحمد لله ربنا عدها على خير. طيب الواحد طبعا ده بفضل ربنا، ده أول حاجة، وان الواحد كان مركز جدا. فلو الواحد مش مركز في حاجة زي كده كنت وديت حياتي وحياة اختي وحياة الناس اللي حواليا في خطر كبير. قولوني بس هتلاقوني النهاردة كده في سنة لدغة في حرف السين مثلا او في كلامي، معلش عدوها لان انا تعبانة جدا جدا ولساني من جوه ما اقدرش اقول لكم عامل ازاي، فهنستحمل بعض الفيديو ده. المهم ان الواحد لازم يبقى مركز جدا وهو سايق، وخصوصا لو سايق على طريق سريع او في السفر. كان سيادتك سايق على طريق سريع وكمان تحت تأثير المخدر، منتهى الاستهتار بحياتك وحياة الناس التانية. مش انك بس رياضي وما ينفعش ان انت تهوب ناحية الحاجات دي، لا حضرتك ده استهتار بحياة الناس. حضرتك عايز تعمل كده اعمل كده لما تكون مش خارج من بيتكو غير وانت فايق 24 قيراط. انت بقى عايز حياتك الكروية تبقى كويسة تبقى وحشة، تبطل بدري ما تبطلش بدري، ده بشوقك. والامثلة عندنا كتير جدا من اللعيبة اللي الاستهتار بتاعهم بطلهم كورة. في منهم دلوقتي بيقولوا ان احنا عايزين نرجع تاني نلعب كورة. مفيش داعي افسر اكتر من كده واقول ان هو الكابتن ميدو. مش الكابتن ميدو بس، ده اكتر من حد الطار بتاعهم قضى عليهم بدري بدري. موقف ممكن كلنا نتعرض له، ده حقيقي موقف وكلنا ممكن نتعرض له، بس الاستهتار بدل من الموقف ممكن يعدي بسلام، ممكن بسبب الاستهتار تحصل كارثة كبيرة جدا. وانا مش فاهمة بصراحة الناس اللي بتقول ده موقف والمفروض يعدي واحنا كلنا يعني عادي ممكن يحصل لنا الكلام ده. طيب حط نفسك مكان الناس التانية. ده اللي راح، لو كان اخوك، لو كان حد من اهلك، لو كان باباك، لو كان العائل الوحيد لاسرتك، اسرة كاملة هتقضي عليها، كنت سيادتك هتقول نفس الكلام؟ ويعني كلنا يحصل لنا الكلام ده مشكلة وربنا يطلعه بالسلامة منها، بس لازم ندي درس للناس كلها. لو انت عايز تستهتر بنفسك براحتك، بس ما تستهترش بأرواح الناس اللي حواليك، او مش لدرجة انها توصل لأرواحهم انك تأذي اي حد تاني غيرك. استهتارك لو عليك انت لوحدك براحتك بشوقك، مستقبلك وانت حر فيه، ملناش دعوة بيك يا سيدي. انجح لنفسك افشل كمان لنفسك، بس استهتارك هيتمد للي حواليك انت لازم تتعاقب عليه عشان تبقى عبرة للناس تانية مستهترة زيك. وده اخر الكلام. سلام.